أسعدتم مساء. ألتقيكم اليوم في حلقة جديدة بعنوان المعرفيون بمواجهة الخوف في كردستان. إن التدمير الممنهج لأواصر التعايش والتآلف بين الشعوب جعل الخوف الإله الحاكم على الأرض والمتجسد في شخص القادة والتماثيل التي تنصب لهم في كل ركن، حيث أن تجسيد إرادة الثقافة الخامة التي تأبى العيش على الهامش وترفض الانصهار والانطماس جلية في ردع الخوف المتمثل بالتمثال ومقاومة الإبادة الممنهجة التي تشمل الحياة الاجتماعية والسياسية، حيث ينظر لتلك الشعوب المتمسكة بهويتها كخطر يعيق توسعها وهيمنتها على مفاصل الدولة بمؤسساتها على نحو شامل، حيث يرمز تدمير التمثال إلى كسر رهبة الخوف والقمع السلطوي ومتابعة هذا الصراع لما تتضمنه من قيم تتلخص في تشبث الأحرار بالحياة ضد قوى تعتاش على تدمير كل بناء أو مكتسب، حيث تركزت وظيفتها على الهدم ونشر الرهبة بين النفوس. لقد برزت المعرفة كحالة تنويرية تلجم مخاطر وسوءات سلوكيات السلطة القامعة لما تمارسه من ضرر على مستقبل الشعوب وتعايشها فيما بينها، وكذلك عكست على نحو سلبي على جودة تفكيرها، ولهذا دعت الحاجة لمناهضتها انطلاقا من ترسيخ مفهوم الانتفاضة الجماهيرية والتي تمثل ناقوس نهاية لتلك السلطة وزبانيتها، فما ارتكبته السلطة من فك للروابط الطبيعية بين المجتمعات المقموعة من خلال زرع الخوف كأفيون هيأته تلك القوة المضادة التي من مبدئها العمل على جمع الناس وتوعيتها. حتما لا نعني بالقوة المضادة تلك الساعية لتنوب عن السلطة، إنما نعني به النخبة الشابة القادرة على إطفاء حياة جديدة وتستطيع أن تنهض لمناهضة هذا الانتهاك وفتحه بوسائل متعددة، لعل آخرها هو العمل المسلح الذي يسبقه وعي جماهيري بالحياة التنظيمية القائمة على التشاركية لا الإقصاء. فقد ساهمت المركزية القومية الدينية في هيئتها السلطوية على عزلة المجتمع وإبعاده عن كل متنفس يشي بظهور أفكار إيجابية تتوالد من فعل إبداعي يحتوي كل المدركات والمواهب التي تمثل روح المجتمع وجماله في الوجود، حيث انشغال الشعوب المقموعة ومثالا الشعب الكردستاني في الحفاظ على هويته وفي استمراره بالصراع لأجل حماية ذاته أعاق تفكيره بشيء آخر يتعلق بالإبداع والابتكار، حيث في ظل القمع لا يمكن التفكير في شيء مختلف وجديد، حيث تتفسخ بنى السلطة القمعية الشمولية عبر الزمن ومن الداخل، إذ تتنافس الأيدي الجشعة على أيها يحوز أكثر على مفاصل الهيمنة والحكم، حتى تتصادم وتتنافر لتحدث شغبا حقيقيا يودي بها وبالمجتمع إلى الهاوية، حيث تمثل الذهنية الشمولية في آليتها الفئوية في الحكم خطرا على الوجود الإنساني والسلم الطبيعي، كما يمثل أيضا مرتكزا لحروب قادمة تدمر الطبيعة بدورها، إذ حينما تعم الكراهية
ينتشر الاحتقان بين المجتمع الذي اكتشف هيئة العباءة المرقعة، فإنه ما يلبث أن تتحطم شخصية الفرد، وينشأ ذلك التصارع والتنازع الذي هدفه القضاء على كل نهضة عقلية تنشأ عن اتحاد المعرفيين أو أصحاب المواهب الرامين بدورهم إلى توافق حول مستقبل الشعوب وديمقراطيتها، وجعلتها أكثر أمنا وأمانا ورفاهية. إن بطالة الشباب والتضييق عليهم، وكذلك الحد من المواهب والإدراكات الخصبة لتلك الشعوب المسحوقة من قبل ديكتاتورياتها، كشف عن حياة أكثر قلقا تتضاعف من خلاله حدة الحروب والأزمات التي تحصد الأخضر واليابس. فالتقسيم المرعب لشعوب الشرق الأوسط عرقيا ودينيا وطائفيا كشف الستار عن مجموعة حروب متوالية تخدم قوى النفوذ والربح، حيث ضياع الهوية ومحاربة الإنسان في انتمائه أو لغته واعتقاده. مثل ذلك الخوف الإله على الأرض، حيث إن إرث الأديان هو إرث فن التحكم بالجماهير، بمعنى أن الدين هو خطاب السلطة للناس. ولعل من ساهم في إنشاء خليط العادات والتقاليد التي تم تقمصها فيما بعد من قبل الناس بمختلف شرائحها هم السلطويون بالتحالف مع رجال الدين. لقد أنشأوا مع تقادم الزمن منظومة الخوف المقدس، وهذه المنظومة تتعامل مع الجديد من الأفكار والرؤى على نحو حذر، إذ أنها على تنافر وتصادم معها، باستثناء ما يتعلق بتطوير هذه المنظومة وترسيخ الخوف كحالة واجبة ويجب عيشها والتماهي معها، وهي بالتالي تمثل ظل السلطة المستنير على الأرض، كون الدين طريقة حياة، وهو وعاء يحتوي قيم وتقاليد السلطة، وكذلك التراث الشعبي والميثولوجي على نحو متكامل، حيث تحولت القناعات المتكلسة إلى وثن يرمز للرهبة وكسر إرادة الجماهير من خلال الأفكار النهضوية. ولعل تحويل حياة الشباب إلى نمط خاو يرتكز على الفراغ جعلت السلطة تتغول أكثر من نافذة البطالة. نما لهذا الخوف أيدي ومخالب حادة، وكذلك تولدت عنه منظومة التقنع بالقدر، وبأن الملك لله يؤتيه من يشاء. هكذا تواطأ الخطاب الديني مع رجل السلطة، فكانت الأفرع المخابراتية على غرار المحفل الملائكي، إذ أن وظيفة كل ملاك مختلفة عن الأخرى، فمن قابض للأرواح إلى نافخ في البوق إلى محدث للموتى في القبور. وعلى نمطه تشكلت فروع الخوف في بلاد لا تقدس سوى الكبت والعنف في تعاليمها ونصوصها المقدسة، حيث تمارس السلطة تقاليدها القائمة على الاعتقال والاغتيال لتحقيق هدفها في تعميم الخوف. فكل من يطالب بحقوقه
يتم تصفيته بخاصة تلك الشخصيات التي لها صفة اعتبارية بين الناس، حيث يكون الاغتيال من شرارات النقمة على الخوف، والذي يجند الجماهير عنوة للقيام بانتفاضتها، وهي ليست كما قال توماس مور أداة من أدوات فن الحكم ووسيلة لتجنيب المواطنين العاديين مشاق الحرب التي كان قادتهم مسؤولين عنها، بل يعد الاغتيال وسيلة تحدي موج القوة الجماهيرية، والتي ما تلبث أن تشعر بالاستعداء من خلال قتل السلطة لرموزها ومتنوريها، إذ تعد ناقوس نهاية لتلك السلطة مع الوقت، إذ يؤسس الاغتيال السياسي للفوضى النفسية لدى الناس، يعمل بطريقة ما على بروز تلك القوة المضادة والهادفة لتنوب عن السلطة القائمة، حيث لطالما كان الاغتيال بمثابة انتقال لمرحلة خطرة يسودها اللا استقرار والحرب، وهو بمثابة مؤشر للانتقال السلطوي، إذ أنها تغير وجه المرحلة كليا، حيث يعتبر الاغتيال ظاهرة وحشية تؤدي لاستقطاب أمواج الغضب والنقمة، والتي بدورها تضع السلطة القائمة على أبواب حدث مفصلي، حيث يسرع الاغتيال لتحويل الحقد إلى مذهب وإيديولوجيا بين الناس والشباب خاصة، ويتجسد لنا بذلك حجم الخراب الروحي الذي تتشارك به قوى الاغتيالات في تدمير الروابط المؤسساتية وترسيخ الخوف والغضب كعاملين مؤديين للفوضى الشاملة. لقد دأبت السلطة القومية على ترويج هذا الخيلاء والتهوين بأحلام العروبة والتوحد والهيمنة، وكذلك على تأصيل الإسلام السياسي وشرعنة الاغتيال والاعتقال، على تحويله لديانة سلطوية ذات إرث تاريخي وحقيقة، إذ جعلت المجتمعات تتماهى به مع الوقت على حساب اهتمامها بالآداب والفنون والمواهب. على العكس تماما، فقد شنت حربا ضروسا على ميادين الجمال والفكر والفن، مستغنية عنه ومستبدلة إياها بعقل الاستخبارات المقوضة لإرادة الجماهير، بغية تشتيتها وإخصاء دور معرفييها، لتجعلهم إما غائبين في الزنازين أو متعاونين. إن عرض هذا النسق المعرفي من السرد لهو بمثابة دلالة واضحة على صعوبة الحدث وتعايشه، فالشعب لا يمكن أن يكون أجيرا لدى فئة سلطوية متحكمة به إذا لم يكن الحاكم أجيرا لدى الشعب، ولهذا فإن الخوف يكون بمثابة الأفيون القائم ما بين الحاكم والمحكوم، إذ يتعاطاه الكل إلى حد تتفسخ فيه المنظومة بفعل تكالب الخوف والعنف وكثرة المظالم والمفاسد، إلى أن تنهار هي وتلك البنية الجماهيرية أيضا، إذ تؤدي الفوضى إلى تدمير كل ما هو جميل. فقاعدة بقاء الديكتاتورية على مزعم أنها مبعث أمان وأمن جعل الفئات المسحوقة تلجم غيظها إلى حين، فهي لم تك تدري إن ذلك اللجام لن يجدي أمام قدوم العاصفة الكبرى.